العجز في الميزانية يصير وقت اللي مصاريف الدولة يكونوا أكثر من مداخيلها. الاتحاد الأوروبي يفرض على الدول الأعضاء متاعو باش العجز ما يفوتش 3% من الناتج المحلي، والدين العمومي يكون تحت 60%. بعد أزمة الكورونا وغيرها برشا دول أوروبية تجاوز العجز فيها النسبة المسموح بها. هنا الاتحاد الأوروبي يتدخل، والدول اللي عندها عجز لازم تقدم بلان دو كوريكسيون، وفي حالة الوضعية ما تصلحتش الاتحاد الأوروبي نجم يبدأ في وضعية العجز المفرط. وشنو يصير من بعد؟ لا كوميسيون أوروبيين تولي تراقب في الوضع في البلاد هذيك وتعمل تقارير باش الوضع يتصلح. بعد تراقب تنفيذ الإصلاحات هذية، وكان الدولة ما نفذتش كان لازم يولي فما عقوبات مالية وغرامات وقيود. اليونان وإيطاليا وإسبانيا الكلهم عانوا من أزمات مالية كبيرة في 2010، وهنا دخل الاتحاد الأوروبي باش حل الأزمات هذية. الهدف من هذه الكل هو منع الأزمات المالية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام. دونك كيما ريتو العجز في الميزانية ماهوش موجود كان في تونس، لازم جوست نعرفوا كيفاش نتصرفوا معه.